واش بصح اليد العامله في المغرب هي الارخص في العالم؟ تبع معايا باش فهم لافير مزيان. في 2025 المغرب تصدر كارخص بلاد في العالم في صناعه السيارات، ارخص من الصين وتركيا وحتى المكسيك. تخيل معايا باش نصايبوا سياره واحده في المغرب الشركات الاجنبيه كيخلصوا فقط 106 دولار تقريبا اللي هي 1060 درهم لليد العامله، في حين ان المانيا كتخلص 3300 دولار اللي هي تقريبا 3 مليون و60 الف ريال غير باش تصايب سياره واحده. فعلى حساب واحد التقرير دارته شركه الاستشارات العالميه اوليفر وايمن انه باش تنتج سياره واحده في العالم كتكلف في رومانيا 273 دولار، اما المكسيك فكتكلف 305 دولار، اما تركيا فكتكلف 414 دولار، واخيرا الصين اللي كتكلفها اليد العامله الواحده 597 دولار، اما المغرب فيلاه 106 دولار. هذا الشيء اللي كيخلي المغرب تكون الوجهه الاكثر تنافسيه في العالم من حيث تكلفه اليد العامله في صناعه السيارات. هذا الشيء كيخدم المغرب حيت غادي يستافد من الاستثمارات الاجنبيه، ولكن في نفس الوقت عنده سلبيات بحال مثلا ضعف القدره الشرائيه للمواطنين وحتى جوده الحياه والمعيشه ديالو. في نظرك اشنو الحل باش نحققوا التوازن بين الاستثمارات الاجنبيه وحفظ كرامه اليد العامله في المغرب؟ غادي نستنى الجواب ديالك لتحت، ما تنساش دير جيم وبارطاجي هذا الريل هذا، وموعدنا الريل الجاي. سلام عليكم.